احنا عارفين شعار مطبخنا اكل الشارع بنظافه البيت. احنا النهارده جايبين اسرار عربيه الكبده يا جماعه. فهنعمل بقى الكبده والسجق الاسكندراني اللي الناس بتجيبهم من الشارع وبتتوهم بيهم. هنعملهم بقى بطريقه حلوه جدا واحلى كمان من كبده الشارع. بس النهارده عندنا تحدي. في عندنا ناس ما بتحبش الكبده وفينا عندنا ناس ما بتحبش السجق. انا ما بحبش الكبده. يبقى النهارده في تحدي ان احمد وسيره هياكلوا كبده ورنا هتاكل سجق. الله لا لا بص انا هتحداكم بقى يا جماعه. بصي يا روبي هيدا في الحلقه النهارده كلها تحدي. لا بص النهارده الحلقه فيها تحدي. انا ما اعرفش طعم الكبده اصلا. لا بصوا النهارده بقى يعني خلاص مع شيف روبي خلاص هتاكلوا النهارده كبده وسجق بطريقه يا روبي. انتوا اكنكم على عربيه الكبده. طب انا هاكل سجق عادي ما عنديش مشكله، خلينا الكبده بعيد. لا طب احنا هنشوف التحدي وهنعرف رايكم في الاخر تمام في اخر الحلقه. اوكي وريني. طيب هنبدا بقى يعني ايه هنبدا على طول. هو طبعا المكونات هتنزل على الشاشه. احنا هندخل في الموضوع على طول عشان الموضوع كبير تمام. اول حاجه عندنا ان الكبده يا جماعه نجيبها متقطعه صغير، يعني متقطعه نقول للجزار قطعها لنا عصافيري او قطعها شاورما. اوكي لو الكبده تخينه شويه مش هتديكي التيست بتاع الشارع. كيفش الناس شايفين المقادير على الهواء؟ المقادير احنا هنبدا بقى ايه على طول كده. اوكي ادي الزيت حبه حلوين. اوكي التكه بتاعتنا الحلوه بقى ممكن لو عندنا ليا او دهن بنحط بقى ايه حبه صغيره جدا مع الزيت. طب هيستفيد حلو قوي. هنستفيد ايه؟ هنستفيد ايه؟ طعم تيست الشمخه الحلوه بتاعت طب هي اللي دي ما بتكونش ريحتها يعني لا خالص. بصي بتتدخل بقى مع الزيت. يعني بصي لو مش بتحبوا طعم الليا ممكن الدهن اللي هو انا ماليش بتاع اللحم يعني يا دهن يا ليا يعني يا اما لو مش عايزه خالص على فكره مفيش مشكله. لو مش عايزين خالص عادي مفيش مشكله خالص. احنا ممكن نعملها زيت بس تمام. بس نكتر شويه الزيت. اوكي وادي الثوم معانا معلقتين ثوم حلوين كده. اوكي تمام وهيتقلبوا تقليبه حلوه. بدأنا نشم الريحه. انا شكلي هسيب الحلقه واقعد هناك دلوقتي على عربيه الكبده من اول الحلقه كده واحنا بنشم الريحه صعبه قوي. ممكن بقى ايه يعني ايه رشه كزبره مع الثوم وهي بتحمر في تكه حلوه بقى هنعملها. اوكي حبه فلفل بقى ايه حامي حلوين معاهم. لو محدش بيحب السبايسي لا عادي مفيش مشكله ما تحطش خالص. يعني اللي بيحبش سبايسي ما بيحطش فلفل خالص. بس دي بقى ايه يعني بتدي طعم حلو جدا للكبده. هل الكبده انت بتجيبيها فريش ولا ممكن تكون في الفريزر عادي؟ لا بصي الكبده اهم حاجه ما تفكش وتتجمد مرتين. تمام. يعني مثلا لو حد عنده كبده عايز يحطها في الفريزر مفيش مشكله بس يطلعها تفك ويعملها على طول. ما ينفعش ان هي تفك وترجع الفريزر تاني. تمام. طب نحن حطينا الثوم حطينا الثوم وبعدين الفلفل الكبده بتاعتنا اهي. الكبده ما بتتغسلش. يا الله يا احمد الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. الكلمه اصلا بتخض لوحدها يا احمد. هي دي الكبده بتاعتنا تمام. نحط بقى ايه ليمونه عليها كده وهي بتستوي في الاول كده. روبي بتغرينا عشان ناكل. لا انت هتاكلوا على فكره. التحدي بتاع الكبده بس هي الريحه لوحدها كفايه. بعد كده بقى بتسيبيها احمد زي ياكل. بعد كده بقى بنحط التوابل. تمام. احنا كده حطينا الليمون في الاول. في ناس بتقولك نحط الليمون في الاخر. لا الليمون بيدي تيست حلو قوي في الاول وممكن نحط برده ليمون في الاخر. اوكي واحنا عندنا التوابل بتاعتنا الفلفل والكزبره والبهارات بيتحطوا بقى كلهم على بعض بس بنكتر الكمون حبتين. يعني الكبده بتحب الكمون. لو في اي زفاره او في اي ريحه في الكبده الكمون بيشيلها. الكبده بتحب الكمون جدا. روبي هيدي الكبده الاسكندراني صح؟ دي الكبده الاسكندراني بتاعت عربيه بتاعت الشارع. تمام. دي كده بنسيبها هي بتاخد 10 دقايق بالظبط سوا. وفي الاخر بعد ما تستوي بنحط بقى ايه الفلفل ده الفلفل الرومي متقطع. ده اختياري لو انتوا مش بتحبوه خلاص مفيش مشكله. بس طب انا هقول لكم حاجه سوري يا روبي. طيب احسن شيفات العالم رجاله على فكره. مش هعترض مش هعترض. احسن شيفات العالم رجاله. بس ما ننكرش ان الستات نفسهم احلى. يعني معلش انت بتاكل من ايد كنت لسه هقول بتاكل من ايد مين؟ مامتك ولا بابا؟ من ايد ماما ولا بابا؟ بقالي كتير ما اكلتش من ايد مامتي. لا على الهوا تعمل لي اكل. لا انا مامتي بتاكلني احلى اكل بصراحه. تحياتي ليها. احلى فراخ وحمام باكلهم من ايدها.
فالست نفسها احلى من نفس الراجل، بس ما ننكرش ان الشيفات، في شيفات كتير رجاله بس يا روبي، وعلميهم كيف بيتعلموا السجق بس كده. والكبده تشمين الريحه يا جماعه، تشمين الريحه. ريحه الكبده خلتني عاوزه على أروح. فكرة شفت بقى؟ مش انا قلت لك انت شكلك مش انا قلت لك حاسه بالرهان شكلي كده. مالكش اكل النهارده. هكسب التحدي. تاكل. احنا مش الحاجات انت مش انت لا، عايز هنسيب بقى تشرف الراي ده، هنسيب الرجال. الراي ده للمشاهدين. احكموا انتوا بقى، مش الراجل ولا الشيف، الست؟ مش الراجل هو الست اللي هي اللي بتعمل كل حاجه والله. بالظبط. هنشوف. والله يلا احنا بينا. مش عاجبنا الراجل. نبدا في السجق، نقول على اعملي السجق. السجق. يلا السجق. بصوا بقى، السجق الاسكندراني اللي هو بتاع الشارع المفروم، اوكي، اللي هو السجق ده تمام، اللي هو اللي بنجيبه من الجزار، بس انا فرمته بحبه. تمام اهو، انا فرمته. انت أوكي؟ فرماه؟ ده اللي هو انا اللي السجق فرماه. المفروم. لا ده السجق اللي هو ده اللي بنجيبه من الجزار العادي، طب واحنا فرمناه في حابة الكبه. اسال سؤال. اتفضل. يعني انت جايباه هو اللي هو جايباه اللي هو زي ده. ما هو كده وفرمتيه. انا فرماه في الكبه. طب ما هو يعني ما ممكن تعمليه تتبيله اللحمه اللي جوه من بالظبط. غير الجلد بتاعه بدون الجلد. لا بصي، هو بيجي اوريدي من عند الجزار تمام. كده. في ناس ما بتعرفش تعمله اوريدي، تمام، فهي بتجيبه اوريدي من عند الجزار كده بالمنظر ده، تمام، بس فهتاخده. قصدي انه ما بيبين الجلد لا الجلد بيتفرم معاه، او ممكن نشيله ايه بسهوله جدا. النظريه ان احنا نفرمه؟ هو في ده طريقه، يعني ده السجق الاسكندراني. في السجق الشرقي بنعمله سليم زي ما هو، بس ده بيدي يعني عارفه اللي هو عربيه الشارع. احنا واقفين بقى هم طريقتين. طريقتين. لا نوعين ما هو من دي أنواع طريقه السجق. ودي طريقه، يعني تمام. السجق الشرقي هنقول عليه برضو بعد كده، وده السجق الاسكندراني اللي هو بتاع العربيه اللي بناكله من الشارع مع الكبده. يا جماعه سجق المفروم. روبي النهارده هتنافس عز المنوفي. بالظبط. اكيد. بس بسرعه نقول المقادير. طيب عشان المقادير برضو بتاعتنا هتتكتب على الشاشه، واحنا ندخل في الطريقه على طول. يلا بينا. احنا هنحط اهو الثوم، تمام. بصوا يا جماعه، في حاجه بقى ايه مميزه قوي لاي حاجه فيها سجق، الزعتر. معقول؟ اي سجق نحط معاه حبه زعتر، بيديه طعم في حته تانية خالص، بيبقى ضرب نار بجد، بيبقى فظيع. دي معلومه جديده بالنسبه لي. لا اي سجق حطي معاه زعتر، بيبقى طعمه حلو جدا. يعني انا الزعتر بحطه على الستيك مثلا. على الايه؟ الستيك. الزعتر عامه بيتحط مع اي حاجه مشويه، تمام. مع الدجاج تحفه. وبيتحط مع ومع الفراخ، اللحم. بس هيبقى بيدي تيست بقى رهيب للسجق. اي سجق، اي نوع سجق حطي له زعتر. بصوا انتوا هتشموا الريحه، بصوا احنا الريحه. سامين اصلا. لا الريحه كمان الزعتر ده منين؟ الزعتر ايه؟ بتجيبيه من العطار من هنا العطار ولا من بره؟ لا من العطار. احنا دلوقتي حطينا الزعتر مع الثوم، مع برضو ايه حبه فلفل حامي كده، اوكي. طب انا عايزه الساندوتش بتاعي ما يكونش سريعاً يا سبايسي بنتي. لو سمحت. هنعمل لك مش سبايسي، ما حاضر. بحبش. روبي سريعا قدامنا نص دقيقه حبيبي. اوكي، وحبه خل، تمام. وهنحط بقى السجق بتاعنا بالشكل ده، بس بيستوي بقى وبنرجع بقى نشوفه بعد الفاصل. تمام. اكل يعني خلاص خلتني جعانه ومش هتاكلي عارفه كبدة. اشتغل ومش عارفه اعمل ايه. مش هاكل كبده بس لا هاكل هتاكلي سجق. كده. لا هي كسبت الرهان النهارده، هناكل الكبده النهارده. هنشوف روبي بتعمل ايه سريعا ونرجع لديفيد تاني. احنا كده عملنا السجق الاسكندراني ده تمام. بالشكل دوت. طبعا احنا قلنا المكونات بتاعته هتنزل على الشاشه، اوكي. ده شكله النهائي. هنحطه بقى في السندوتشات، لازم طحينه بقى طبعا في السندوتشات. حتى مع الكبده جوعتوا ولا ما صح؟ جوعتوش؟ يا الله جوعنا. ريحه مش ريحته عم بص، صدق. بقول لك أنا. مش عارفين وطعمه بقى نكمل. حلو حلاوه، مش هتقدروا تقاوموا والله بامانه يعني. تمام كده السجق انت عملتيه خلاص يا روبي. تمام. والكبده خلاص. نفس القصه. هنسيبك خلاص. بقى تعملي طريقه بس بسرعه اشرحي لنا. احنا عملنا عربيه الكبده. بصوا كميه الساندوتشات اللي احنا عملناها، اوكي. الله. وعلى فكره احنا هنوفر كتير جدا، يعني احنا لو ست الكل عملت لنا الساندوتشات دي في البيت. روبي قد ايه استعملتي؟ احنا عملنا يعني كل ده بكيلو وربع كبده، اوكي، وكيلو سجق، تمام. احنا عملنا كل ده، احنا كده وفرنا كتير جدا. يعني احنا لو عملتي عزومه يا روبي. عملنا عزومه. انت لو هتشتريه من بره، يعني شوف بقى احسب انت هتشتري كل الكميه دي بكام، تمام. فاحنا عملنا حاجه حلوه جدا ونظيفه جدا وبسعر معقول جدا. والكميه كميه كبيره، كتير، يعني اسم الله احنا هناكل كلنا وهيلثي كمان. يعني انضف بكتير. وانضف بكتير يعني. ماما على طول بتزعلنا عشان ما ناكلش من بره، فاحنا كده عملنا لكم كل الاكل اللي احنا بنحبه من بره. وان شاء الله الحلقات الجايه باذن الله هيبقى فيه برضو اكل الشارع بنظافه البيت.